بطلتنا قبيحة وغلبانة خالص، وعشان كده كل زمايلها في المدرسة بيتنمروا عليها، وخصوصا الولاد اللي بيضايقوها وبيعملوا فيها مقالب. ولكن فجأة بتحصل لها معجزة وبتبقى جميلة، وعشان كده كل صبيان مدرستها بيعجبوا بيها. وكمان اوسم 4 شباب في المدينة بيقعوا في حبها وبيتخانقوا عليها، فيا ترى هي هتختار مين فيهم؟ ده اللي احنا هنعرفه في الملخص بتاعنا. بس قبل ما نبدأ بليز انزلوا حطوا لايك للفيديو عشان تدعموني، وكمان اشتركوا في القناة عشان نوصل لل200 ألف زي ما قلتلكوا، وكمان فعلوا الجرس واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. ويلا نشوف الملخص. قصتنا بتبدأ مع بطلتنا ميرو، واللي بتكون بنوتة وعندها 16 سنة، ولكن كل زمايلها بيتنمروا عليها، لا وكمان بيلقبوها بالفطر السام، وكمان كل ما تحاول تقرب منهم بيقرفوا منها وبيبعدوا عنها. وبنعرف ان مش دي اول مرة ميرو تتعرض للتنمر، وان هي اتعرضت قبل كده في الابتدائي والاعدادي، وحاليا بتتعرض في الثانوي. وبتفضل عايشة وحيدة كئيبة لحد ما بيجي اليوم الموعود، واللي بتلاقي فيه شاب من زمايلها كاتب لها رسالة حب وبيعترف لها فيها بمشاعره، وبيطلب منها ان هي تقابله، فبتتبسط وبتروح. فالولد بيقول لها ان هو مهتمش بشكلها، وان اهم حاجه بالنسبه له هو جوهرها، وبيطلب منها رقم تليفونها. فبتقرب منه بحسن نيه، ولكن فجاه بتقع في الارض، وده لان الولد وزمايله كانوا عاملين فيها مقلب، وكمان متراهنين عليها، فبيفضلوا يضحكوا ويتريقوا عليها. وبعد لما بيمشوا بيظهر تينيو اجمل شاب في المدرسه، وطبعا البنات كلها هتموت عليه بس هو مش معبرهم. ولما تينيو بيشوف ميرو بيقول لها ان هي ما ينفعش تستسلم، ولازم تواجههم وما تسيبهمش يتنمروا عليها. فميرو بتتحمس من كلامه وبتقرر ان هي تتغير. ولما بتروح البيت بتفتح الانستجرام وبتشوف صور جميله لبنوته اسمها ريكا، فبتقرر تتابعها، لا وكمان تبقى جميله زيها. ولكنها لما بتبص لشكلها في المرايه بتتخض، فبتقرر تروح لتينيو عشان يساعدها، وده لان تينيو خبير في المكياج وبيشتغل ميك اب ارتست. ولما بتروح عند بيته بتلاقيه واقف مع جارته، لا وكمان مقرب منها، فبتفكرهم مرتبطين. بس في الواقع جارته دي بتبقى جايبه له اكل عشان تشكره، لان هو عمل لها شعرها قبل كده. ومن هنا احب اقول لكم ان تينيو بيطبق عليه قاعده الوصول لقلب الراجل عن طريق معدته، وده لان اي واحده بتجيب له اكل بيظبطها وبيعمل لها ميك اب ببلاش. فميرو بتستغل نقطه ضعفه وبتطلب منه ان هو يعمل لها ميك اب عشان تبقى جميله شبه ريكا، وفي مقابل كده هي هتجيب له كل الاكل اللي هو بيحبه. وعشان هو طفز بيوافق على طول، لا وكمان بياخدها الصالون اللي هو شغال فيه، وبيظبط لها شعرها وبيحط لها لينسس وميك اب، وبتبقى واحده تانية خالص. ولما بتروح المدرسه الطلاب بينصدموا من شكلها الجديد، والولاد كلهم بيفضلوا يعكسوها ما عدا طالب واحد، واللي هو ميراي، واللي بيكون زميلها من ايام المدرسه، لا وكمان جارها، واول واحد اتنمر عليها وقال لها ان هي قبيحه، وما كانش بيرضى يمشي معاها لان اساميهم قريبه من بعض، هي ميرو وهو ميراي. فالطلاب كانوا بيستغلوا الموضوع ده وبيتنمروا عليه هو كمان، بس هو عشان يخلص من كده بقى يتنمر عليها معاهم عشان محدش يضايقه. وبالرغم من طريقته الا ان هي بتعامله كويس، لان هو اول حب في حياتها وكمان اول واحد رفضها. وفي المدرسة ميرو بتقابل الشاب اللي اتنمر عليها في الأول وبتشكره، لأن هو لما كانش اتنمر عليها هي ما كانتش هتاخد خطوة وتبقى جميلة كده. فهو بيشكرها، بس هي بتبقى عاملة خطة وبتوقع عليه المية، وبعد كده بتعتذر له وبتطلب منه يجيب هدوم عشان تنشفها له. فبتاخد البوكسر وبتعلقه قدام الباب وبتكتب عليه شتيمة، واللي رايح واللي جاي بيتفرج وهو بيضحك، وبيبقى الولد ده مسخرة قدام الطلاب كلهم. فميرو بتفرح بانتقامها منه، بس تينيو لما بيشوف اللي هي عملته بيتضايق، وده لأنه ما كانش متوقع ان هي هتنزل للمستوى ده. وبتفضل ميرو طول اليوم زعلانه لان هي زعلت تينيو منها، لحد ما ميراي بيجي وبيعرفها ان في واحد من زمايله معجب بيها وبيديها رقمه، فبتتبسط، وده لان ميراي مصاحب ولدين جمال. فبتبدا بقى ان هي تتخيل وتقول يا ترى انهي واحد فيهم اللي معجب بيا، وبتفضل تتنطط من الفرحه لحد ما بتقابل تينيو وبتديله الاكل اللي هو بيحبه وبتشكره لان هو ساعدها. وبتعرفه ان هي راح تقابل شاب وسيم من صحاب ميراي لان هو معجب بيها، ولكنها بتتصدم صدمه عمرها لما بتلاقي واحد تالت ومش من الاتنين اللي هي تخيلتهم. وبتستغرب لما بتلاقيه لابس شراب غريب، ومن هنا يا جماعه انا هسميه ابو شراب. فميرو ما بتكونش طايقاه وبتساله هو ايه اللي شده ليها، فهو بيقول لها احنا الاتنين قبيحين زي بعض، لا وكمان انت كنتي اقبح مني، فعمرك ما هترفضيني زي بقيه البنات. فميرو بتتصدم من كلامه وبتقول له بس احنا لازم ننهي العلاقه المعفنه دي من قبل ما تبدا. وبتروح يا عيني تعيط لتينيو وبتحكي له كل اللي حصل، ولكنه ما بيكونش مركز معاها وعمال ياكل. بس لما هي بتقوله ان هي هتجيب له الاكل اللي هو بيحبه، فهو بيقول لها شبكي لبكي انا تحت امرك، وبين ايديكي هعمل لك ميك اب في اي وقت تحتاجيني فيه، لا وكمان هديكي نصايح في الحب. وعلى جانب اخر بنتعرف على بنوته اسمها ايانو،
ودي بتكون بسكوتاية وكيوتة خالص وجميلة وكل الولاد معجبين بيها. وإيانو بتقول لصاحبتها ان هم محتاجين بنوتة تالتة عشان تخرج معاهم في الموعد الجماعي، فميرو بتطلع لهم من الحمام وبتقول لهم خدوني معاكم، فبيضطروا ان هم يوافقوا. فبتتبسط وبتروح عشان تشتري هدوم جديدة للموعد وبتاخد ميراي معاها، ولكنها بتختار هدوم معفنة لحد ما ميراي بيختار لها فستان جميل. ولما بيروحوا البيت بيعملها وحش وما بيكونش طايقها خالص، بس هي كل ده على قلبها زي العسل. وفي تاني يوم بتلبس الفستان وبتظبط نفسها وبتروح الموعد الجماعي، وهناك بتقابل شاب اسمه كودو وبتقعد تتكلم معاه. فإيانو بتتعصب وبتحس ان ميرو بدأت تاكل الجو منها، ولما بيتقابلوا في الحمام بتقول لها ما تنسيش نفسك ان انت واحدة قبيحة وكل ده مكياج. وبعد كده بتمسك وشها وبترزعه في المية، وإيانو بتقول لها بقي قابليني بقى لو عرفتي ترجعي الموعد بمنظرك ده، وبتسيبها وبتروح تقعد مع كودو. فبتتصدم ميرو من اللي حصل لها، ولكنها بتكلم تينيو اللي بيجي لها بسرعة وبيعمل لها ميك اب احسن من الميك اب الاولاني، فبتقرر تبقى قادرة على التحدي وعلى المواجهة وتنتقم من إيانو. ولما بترجع الموعد بيقعدوا هما الاتنين يبصوا لبعض وعينهم بتطلع شرار، فإيانو بتقرر ان هي تغيظها وبتبدأ ان هي تقرب من كودو وبيفضلوا يضحكوا ويهزروا هما الاتنين. فميرو بتتضايق ولكنها بتقرر تعلي عليها، فبتمسك المايك وبتطلع قدامهم كلهم وبتعترف لكودو بحبها، وطبعا الكل بيتصدم وإيانو بتطلع تتريق عليها لان كودو معبرهاش. بس بعد ثانيتين إيانو بتتصدم لان كودو بياخد ميرو وبيطلعوا يجروا هما الاتنين، وبيعرفها كودو على اخوه الصغير وبيلعبوا هما التلاتة باسكت. وفي اخر اليوم بيسألها هل هي عندها صديق، فبتفتكر الولد ابو شراب وبترجع تقول لا احنا ملحقناش نتواعد فما يعتبرش صديقي. فكودو بيطلب منها ان هي توعده، وقبل ما ترد عليه وتقول ان هي موافقه على موعدته وان هي ما عندهاش صديق بيظهر الولد ابو شراب وبيقول لها كده تخونيني يا ميرو وتخرجي مع راجل تاني واحنا نعتبر مرتبطين. فكودو بيتضايق ان هي كذبت عليه وبيسيبها وبيمشي. فميرو بتتضايق وتاني يوم بتحكي لتينيو على اللي حصل، بس طبعا لازم تكون جايباله الاكل عشان يقعد يسمعها. وتينيو بيقول لها ان هي مفروض تعتذر لكودو، بس هي بتبقى خايفه لا يجرحها تاني. وبعد كده بتروح تغسل وشها وبتتصدم لما بتشوف وش إيانو من غير مكياج، وبتعرف ان هي اساسا مش جميله وان كل ده كان ميك اب. وميرو بتحكي لإيانو اللي حصل، فإيانو بتقول لها ان هي جبانه وان هي مفروض تعتذر لكودو. فميرو بتتشجع وتطلب منها رقم كودو عشان تكلمه، فإيانو بتقول لها هو انا ساعدك ليه، وبتفضل ميرو تتذلل لها لحد ما إيانو بتبعت لها الرقم على الواتساب. فلما بتروح بتكلم كودو وبتطلب منه ان هما يتقابلوا فبيوافق. فميرو بتستعد عشان المقابله وبتقرر تحط ميك اب لنفسها، بس للاسف شكلها بيبقى وحش وبتبقى عامله زي البهلوان. وبالصدفه بتقابل تينيو فبياخدها للصالون بتاعه وبيعمل لها ميك اب احلى من بتاعها وشكلها بيبقى جميل. وبعد كده بتروح تقابل كودو وبتعتذر له على اللي حصل، وبتقول له ان هي والولد ابو شراب مش متصاحبين وان كل ده كان سوء تفاهم. فكودو بيسامحها وكل واحد فيهم بيعترف للتاني ان هو معجب بيه، وبيبداوا هما الاتنين يتواعدوا. وفي تاني يوم في المدرسه ميرو بتجيب اكل وبتديه لتينيو عشان تشكره لان هو ساعدها امبارح وحسن لها الميك اب بتاعها، وبتعرفه ان هي وكودو ارتبطوا. وبتبقى ميرو فرحانه وعماله تتنطط من الفرحه لحد ما بتخبط في ميراي واللي كالعاده بيهزقها. ولما بيعرف ان هي ارتبطت بكودو بيقول لها انا بكرهك، فهي بتسيبه وبتمشي، ولكن إيانو بتزعق لميراي وبتهزقه. وبعد كده ميرو وكودو بيقرروا ان هما هيخرجوا سوا في موعد، وميرو بتقرر تعمل المكياج لنفسها والاول مره بيطلع معاها مظبوط، وده لان هي اتبعت الارشادات اللي تينيو كان قايلها لها. وبالصدفه بتقابل تينيو اللي بيقول لها ان الميك اب حلو، وبعد كده كودو بيجي وبتعرفهم هما الاتنين على بعض. بس بعد كده تينيو بيمشي عشان يكمل شغله وبتمشي هي مع كودو، وبيفضلوا هما الاتنين يلعبوا ويتصوروا وبيبقوا فرحانين، واليوم بيبقى لطيف وبيتفقوا ان هما هيتقابلوا تاني. وفي تاني يوم في المدرسه إيانو بتلاقي صاحبتها عماله تنم عليها وتقول ان هي ما بقتش واكله الجو زي زمان ولا مشهوره، وبيبقى البنات مفكرين ان إيانو مش سامعاهم، بس هي بتبقى واقفه وراهم وسامعه كل كلمه بيقولوها، وبتحس ان مكانتها بتنهار، فبتقرر تستعيد مجدها تاني، وده عن طريق ان هي ترتبط باجمل شاب في المدرسه عشان الناس ترجع تتكلم عليها تاني. واجمل شاب هو مين؟ تينيو. فبتستحضر الانثى الخبيثه اللي جواها وبتمثل ان هي خبطت فيه بالغلط فهو بيقومها. فإيانو بتحاول تقرب منه وتتكلم معاه بلطف، بس هو ما بيكونش معبرها، فبتلجأ للخطه التانيه وبتطلب منه ان هما الاتنين يمثلوا ان هما مرتبطين، وده عشان ترجع مشهوره في المدرسه تاني وكل الطلاب يحترموها. وفي مقابل كده هتعلمه ازاي يتعامل مع البنات بطريقه كويسه بدل ما هو قفل كده. فتينيو بيهزقها
بقى وبيمسح بكرامتها الارض وبعد كده بيمشي. وعلى جانب اخر بنلاقي بنتنا مايرو اتطورت جامد وبتاخد كودو وبيخرجوا هما الاتنين في موعد تاني وبيعدوا هما الاتنين قدام محل، فبتشوف مايرو سلسله بتعجبها، بس بعد كده هما الاتنين بيروحوا ياكلوا في مطعم ومايرو بتوري كودو الخطط اللي هي عاملاها للموعد اللي جاي، بس ايانو بتدخل عليهم وبتقول لهم ان هي هتجيب تانيو عشان يخرجوا هما الاربعه في موعد جماعي. فكودو بيوافق وايانو بتاخد مايرو على بره وبتقول لها اسمعي بقى، انا ساعدتك واديتك رقم كودو، في مقابل كده انت لازم تساعديني وتقنعي تانيو ان هو يخرج معانا في الموعد ده. وبتهددها ان لو تانيو ما جاش هي هتتدخل في علاقتها هي وكودو، وبتقول لها ابقى قابليني بقى لو عرفتوا تكملوا مع بعض. فمايرو بتترعب وبتروح تبعت رساله لتانيو وبتطلب منه ان هو يجي معاهم في الموعد الجماعي، بس هو بيرفض. وتاني يوم في المدرسه بتقعد تتذلل له، واول لما بيعرف ان هي هتجيب له الاكل اللي هو بيحبه بيوافق على طول. وطبعا يا جماعه بعد كل اللي احنا شفناه ده انا مش محتاجه اكد عليكم ان تانيو ده راجل بكرش. واثناء الموعد ايانو بتفضل لازقه في تانيو ومش عايزه تسيبه، بينما مايرو بتحكي لكودو عن معاناتها وقد ايه الطلاب كانوا بيتنمروا عليها عشان هي كانت قبيحه، وان هي بفضل تانيو مساعدته قدرت تتغير وتبقى جميله كده. فتانيو بيقول لها بطلي كلام بقى وبيحط لها الاكل في بقها وبيقول لها اسكتي. وبيبقى كودو متضايق ان مايرو قريبه من تانيو وبيبدا يغير عليها، بس هي ما بتكونش فاهمه كده. وعلى جانب اخر ايانو المجتهده والمهزأه في نفس الوقت بتبدا تقرب من تانيو وبتطلب منه ان هم يركبوا المرجحه، بس هو بيرفض. فمعدومه الكرامه بتقول له ان هي بدات تعجب بيه، وخصوصا اخر مره لما هزقها ومسح بكرامتها البلاط، بس هو مش بيعبرها. وبعد كده هي ومايرو بيروحوا الحمام، وهناك مايرو بتقول لها ان كودو شكله متضايق ومتعصب، فايانو بتقول لها هو انت غبيه، اكيد هو غيران عليكي عشان انت قريبه من تانيو زياده عن اللزوم. فعلى طول بتجري على كودو وبتفهمه ان هي وتانيو مجرد اصدقاء، فهو بيقول لها انا عارف بس بيبان عليه ان هو لسه متضايق وغيران. وتاني يوم في المدرسه مايرو النادله بتجري على تانيو وبتقول له انا اسفه مش هينفع نبقى اصدقاء تاني، وده لان حبيبي كودو بيغير عليا موت. فهو بيقول لها ماشي وبيتمنى لها التوفيق في علاقتها. ولما بتقابل كودو بتعرفوا ان هي بعدت عن تانيو عشان خاطره لان هو اهم شخص في حياتها. فكودو ما بيصدق ان اللحظه الرومانسيه دي جت وبيعترف لها بحبه وبياخدها في حضنه. وبتبدا بقى مايرو ان هي تشوفه في احلامها، وان كل شويه يجي يعترف لها بحبه، لا وكمان حاطه صورتهم خلفيه لتليفونها. ما تبقاش مصدقه بقى ان هما الاتنين خلاص كده ارتبطوا رسمي، وبتبقى طايره من السعاده. ولما بتروح المدرسه وبتقابل ايانو بتعرفها ان هي وتانيو خلاص ما بقوش صحاب، وده لان كودو بيغير عليها. فايانو بتزعق لها، وده لانها كانت الصاحبه الوحيده لتانيو، بتقول لها ما ينفعش تسيبي كودو يتحكم فيكي، خصوصا ان هو اكيد لسه مصاحب صحابه البنات وما سابهمش. فمايرو مش بتهتم بكلامها، وبعد كده بتروح تقابل كودو في بيته وبيعرفها على اخواته الصغيرين. ولما ام كودو بتيجي مايرو بتقول لها اهلا بحماتي المستقبليه، وبتبدا تساعدها في شغل البيت عشان تقرب منها. وفعلا بتنجح في كده وبيقضي يوم لطيف. وبعد لما بيخلصوا بتقول له كودو ان المره الجايه هو هيجي يزورها في بيتها، فكودو ما بيصدق وبيوافق. وفي تاني يوم ايانو معدومة الكرامة بتستغل ان نقطة ضعف تانيو هي الاكل، فبتعمل له الاكل بنفسها وبتروح تديهوله، لا وكمان بتاكله في بقه. وطبعا ابننا بكرش بياكل عادي بس ما بيكونش طايقها. وبعد المدرسة تانيو بيروح يقابل مديره السابق وبيطلب منه ان هو يرجعه للشغل تاني. فالمدير بيطلع راجل طيب وبيوافق، بس بيشترط عليه ان هو ما يسيبش الشغل فجأة زي ما عمل المرة اللي فاتت. ومن الواضح ان في حاجة كبيرة حصلت مع تانيو في الماضي خلته يسيب الشغل فجأة، وده طبعا احنا نعرفه قدام. ونروح لمايرو اللي بتقرر تروح لكودو المدرسة عشان تعملها له مفاجأة، بس بتلاقي مصاحب بنت زي القمر زي ما ايانو قالت لها. والمصيبة ان البنت دي بتكون ريكا اللي مايرو اساسا معجبة بيها وبتحاول تقلدها وتبقى زيها. وبيبقى كودو وريكا أصدقاء مقربين لأن هم أصحاب من أيام الطفولة، وعشان كده ريكا بتنزل صورة ليها وهي حاضنة كودو على الانستجرام بتاعها. فمايرو بتقرر تعدي الموضوع، وده لأن كودو قال لها إن ريكا بالنسبة له أخته مش أكتر. وبعد فترة بنتنا مايرو بتبدأ تجهز نفسها عشان الموعد التاني مع كودو، ولكن كودو بيكلمها وبيعرفها إن هو مش هيروح معاها لأن هو هيروح مع صاحبه المستشفى عشان تعبان. فهي بتقول له ولا يهمك يا حبيبي، وبتروح السينما لوحدها وبتتفرج على الفيلم وبتفضل حاقده على كل القابل اللي قاعدين مبسوطين، انما هي قاعده سنجل لوحدها كده. وبعد كده بتروح تاكل في المطعم، والطفاصه بتقرر ان هي هتاكل وجبتها ووجبه كودو كمان عشان ما تضيعش الفلوس. وبالصدفه تانيو بيقابلها وبيحاول يقول لها على حاجه مهمه، بس هي مش بتسمع منه وبتكرشه. ولما بتروح بتطلب من كودو ان هو يخرج معاها، بس هو بيعرفها ان هو مش هينفع لان هو هيخرج مع اصحابه في رحله تخييم. والمصيبه ان ريكا بتبقى رايحه معاه، ولما
لما ميرو بتشوف الصور اللي هي منزلها على الانستجرام بتبدا تغير منها. وتاني يوم ايانو بتعرف ميرو ان تينيو ساب المدرسه، فبيروحوا يدوروا عليه في بيته، بس جارته بتقول لهم ان هو عزل. وايانو بتسال ميرو عن اخر مره هم اتقابلوا فيها، فميرو بتعرفها ان هي قابلته في المطعم بس كرشته ومرضتش تتكلم معاه. فايانو بتتعصب وبتقول لميرو منك لله يا شيخه، انت السبب ان حبيبي يبعد عني ويسيب المدرسه وما نعرفش طريقه. فميرو بيتنكد عليها، ولما كودو بيجي عندها البيت زي ما هم متفقين بتقرر تنكد عليه، فبتطلب منه ان هو يسيب ريكا لان هي غيرانه عليه منها، بس كودو بيرفض وبيقول لها ان هما الاتنين زي الاخوات وبيتخانق معاها وبيمشي. فبتروح زي الهبله تحكي لايانو اللي حصل، فايانو بتشمت فيها وبتقول لها انا مش قلتلك ان هو مش هيسيب صحابه البنات عشان خاطرك، وانت بقى اللي كنتي واطيه وسبت تاني وتخليتي عنه عشان خاطره. ولكن ابننا كودو بيفاجئنا وبيفاجئ ميرو لما بيقول لها ان هو هيبعد عن ريكا عشان خاطرها، فبيروح لريكا وبيطلب منها ان هي تبطل تنزل صورهم سوا على الانستجرام لان حبيبته ميرو بتغير. فريكا بتتضايق وما بتكونش طايقه نفسها، وده لان هي بتحب كودو بس هو مش ملاحظ. وبعد كده كودو بيشتري السلسله اللي ميرو شافتها في اول موعد ليهم وعجبت بيها عشان يقدمها لها هديه في عيد ميلادها. وفي يوم عيد ميلادها بتجهز نفسها عشان تروح تقابل كودو عند الجسر زي ما اتفقوا، بس بتتفاجئ بميراي اللي بيغمى عليه فجاه وبيبقى عنده حمى، فبتضطر تاخده على المستشفى. فبتبعت رساله لكودو بتقول له انا اسفه، وقبل ما تكتب له ان هي هتتاخر شويه التليفون بيفصل منها، وللاسف مش بيوصل لكودو غير رساله انا اسفه. فبيفكر ان ميرو انفصلت عنه، وبيبقى سبب الحمى اللي عند ميراي ان هو امبارح راح ياخد ميرو من عند الجسر ولكنه وصل متاخر، فكودو وصل قبله، وبسبب ان المطر كان شديد قوي عليه هو جات له حمى. ولما ميرو بتعرف باللي هو عمله بتستنى لما بيفوق وبتشكره. وفجأة بنلاقي ميراي قام زي القرد وبيقول لها انتوا كلكم بتستقلوا بيا عشان انا قصير وصغير يعني، بس على فكرة انا جامد قوي وكمان اطول منك يا قصيرة. وبعد كده بيغمى عليه، فميرو بتتخض عليه وبتنادي على الدكاترة. بعد كده بتروح عشان تقابل كودو، وفي الوقت ده كودو بيبقى واقف مع ريكا وبيعرفها ان ميرو انفصلت عنه. فريكا الحربايه بتستغل الفرصه وبتقوله ميرو دي واحده ما تستهلكش، انا بس اللي استهلك. وكمان بتقوله لو انا اللي كنت جنبك عمري ما كنت هضايقك ولا اسيبك ولا خليك تزعل بالشكل ده. وبتعترف له ان هي بتحبه وبتبوسه. وفي الوقت ده ميرو بتوصل وبتشوفهم كده، فبتتصدم من اللي هي شايفاه وبتجري على البيت بسرعه وما بتبقاش مصدقه اللي حصل. وفي الوقت ده ايانو بتكلمها وبتعرفها ان هي لقت تينيو، فميرو بتصوت لها وبتقول لها مش وقتك انتي وتينيو، وبتحكي لها على اللي كودو عمله وان هو خانها مع ريكا. وبعد كده بتقفل السكه، وعلى طول بنتنا ايانو الفتانه بتحكي لتينيو على اللي ميرو قالته لها. وفي الوقت نفسه كودو بيبعت رساله لميرو بيعتذر لها على اللي حصل وبيعرفها ان كل ده كان سوء تفاهم، وبيعرفها ان هو هيجي لها بيتها عشان يوضح لها الحقيقه، بس هي ما بتكونش طايقاه فبتطلع من البيت وبتجري قبل ما هو يوصل. بس للاسف بتقع ورجلها بتتعور. ولكن في الوقت ده تينيو بيظهر فبيشيلها وبيروحها البيت وبيعالجها وبيهتم بيها وبيفضل طول الليل سهران جنبها. وتاني يوم ولاول مره في التاريخ تينيو هو اللي بيعمل لها الاكل، وطبعا ميرو بتبقى مبسوطه. وللاسف كودو بيجي لميرو عند بيتها وبيطلب منها ان هي تقابله، بس هي بترفض وبتبعت له الكيكه اللي هما الاثنين كانوا المفروض ياكلوها في عيد ميلادها. فكودو بياخدها وبيروح يقعد عند الجسر وبيفضل ياكل منها وهو زعلان. في الوقت نفسه ميرو بتقرر ان هي مش هتهرب منه فبتروح تقابله. لما كودو بيشوفها بيعتذر لها على اللي حصل، فكودو بيعرفها ان بسبب الرساله اللي هي بعتتها هو فكر ان هي انفصلت عنه، وبيفهمها ان هو بيحبها هي مش بيحب ريكا وان كل اللي حصل ده سوء تفاهم. فميرو ملكه الكرامه بتقول له انا مش هقدر اسامحك لان انت اللي عملته ده يعتبر خيانه وبتنفصل عنه. فكودو بيزعل وبيمشي، ولكنه بيبقى سايب السلسله اللي هو جايبها لميرو كهديه ليها. ولما ميرو بتشوفها بتاخدها وبتفضل تعيط وبتقرر ان هي تحتفظ بيها. وبما ان دي تعتبر اول قصه حب فاشله لميرو، فبنتنا الغلبانه بيجي لها عقده من الرجاله وبتقرر ان هي مش هترتبط تاني، وبتبقى اهم حاجه بالنسبه لها ان هي تعيش مبسوطه. فبتنطلق وبتحضر حفلات فرقتها المفضله، لا وكمان بتاخد تينيو الغلبان يحضر معاها. ولما ايانو بتعرف باللي هي بتعمله مع تينيو بتزعق لها وبتقول لها اموت واعرف انتي ماسكه على تينيو زله ايه عشان يفضل يساعدك كده. فميرو بتقول لها لا زله ولا حاجه، هو بس بيساعدني وبيواسيني لان انا جاتلي عقده من الرجاله وقررت ابقى سنجل طول حياتي. فايانو الناصحه بتقول لها يا حبيبتي طبقي قاعده يروح قرد يجي غزال، ارمي كودو ده ورا ظهرك باعتبار ان هو راجل خاين ودوري كويس اكيد هتلاقي راجل احسن منه. فميرو بتقتنع بكلامها، ولما بتروح بتمسح كل صورها مع كودو، وبعد كده بتروح لتينيو وبتخليه يعمل لها قصه شعر جديده. ولما بتروح المدرسه البنات اللي كانوا بيقرفوا منها في الاول بداوا ان هم يصاحبوها وبيقولوا لها ان هي جميله. ولما ايانو بتعرف ان تينيو هو اللي قصلها شعرها بتدخل تزعق لها وبتقول لها حرام عليك ارحمي الولا، هو مش عبد عندك وكمان انا مش عارفه اشقطه بسببك. بس ميرو مش بتهتم بكلامها، ولما بتروح بتكتب مواصفات فتاه احلامها. ولما بتقابل ميراي بتساله عن مواصفات فتاه احلامه، فهو بيقول لها ان اهم حاجه في البنت اللي هو هيرتبط بيها يكونوا هما الاثنين مناسبين لبعض. فميرو بتعجب باجابته العميقه دي وبتبدا تركز معاه، وبتلاقيه بقى شاب وسيم ورياضي وكمان عنده
معجبات كتير، وبيبقوا هما الاتنين بيهتموا بنفس القطة، واللي لما بتضيع بيروحوا سوا عشان يدوروا عليها لحد ما بيلاقوها. وميراي بيبقى عنده مشاعر ناحية ميرو، بيتأكد من كده لما هي بتمسك ايديه، فعلى طول لما بيروحوا بالليل بيعترف لها بحبه. فميرو بتتصدم ومبتبقاش مصدقة اللي هو بيقوله وبتقعد تصوت، وبتفضل ميرو مش مقتنعة بكلامه وبتقول لنفسها لا ميراي ده طول عمره عيل كداب وكمان كان بيتنمر عليا. وميرو بتبص جنبها وبتلاقي ميراي بيقول لها ان هو بيحبها وان هو عمره ما هيتخلى عنها، فبتفرح. ولما بتبص جنبها بتلاقي ميراي وهو صغير وبيقول لها انت قبيحة وانا بكرهك وعمري ما احبك، فبتزعل. وبتبقى ميرو محتارة مش عارفة تصدق مين فيهم لحد ما بتفوق من مخيلتها وبتلاقي ميراي الحقيقي قدامها، فبتصوت وبتطلع تجري. ولما الحصة بتبدأ ميرو بتبص على ميراي فبتلاقيه مركز معاها، لا وكمان بيغمز لها وعينها عمالة تطلع قلوب. بس بنتنا الجامدة مش بتضعف ولا بتستسلم وبتقول اكيد هو بيعمل كده عشان يتنمر عليا. وبتفضل ميرو مش مقتنعة بحبه ليها لحد ما بيعدي اسبوع، واثناء ما هي بتتفرج على صورهم وهم صغيرين ميراي بيخبط عليها وبيعرفها ان اهلها طلبوا منه ان هو يقعد معاها النهارده لانهم مش هيبقوا موجودين في البيت. فبتصوت وبتقول يا لهوي هقعد انا وهو في بيت لوحدينا. فميراي بيتعامل كأن البيت بيته وبيقول لها روحي اعملي لي اكل عقبال ما استحمى. وعشان بنتنا مؤدبة بتبقى مكسوفة تبص عليه وهو طالع من الحمام، وده لان الباشا كان لابس شورت بس. فميراي بيروح يلبس فانلة وبعد كده بيتكلم مع ميرو اللي بتسأله هو ليه كان بيتنمر عليها لما كانت صغيرة. فميراي المسكين بيقول لها انا كنت بحبك من واحنا صغيرين بس كنت بضطر اتنمر عليكي عشان العيال ما يضايقونيش، وبيعرفها ان هو هيفضل يحبها ويستناها لحد ما تبادلوا نفس الشعور. وقاعدة الراجل ابو كرش هيفضل طول عمره بكرش، وده لان تاني مش بيرضى يسمع ميرو الا لما تكون جايبله صندوق الاكل. وبتحكي له عن ميراي وكل اللي بيحصل معاها، فتانيو بيسألها عن صفاته فهي بتقول له ان هو شاب وسيم وكمان رياضي وعنده معجبات كتير وبيقول ان هو بيحبني. فتانيو بيسألها هل ميراي ممكن يخونها، فهي بتقول له لا ميراي مش خاين. فتانيو بيقول لها طالما هو كويس اديله فرصة ولو ارتحتي معاه ابقي ارتبطي بيه. فميرو بتبدأ تراقبه وبتلاحظ ان هو عيل دحيح وشاطر وكمان عنده صحاب كتير وكلهم بيحبوه، فبتبدأ تحس ان هو الشخص المناسب ليها، وكمان بتتبسط لما بتلاقيه بيعرض عليها المساعدة هي وإيانو وهم رايحين يشتروا حاجات المهرجان، وبيبقى هو عمل كده اساسا عشان يقرب منها. وإيانو بتستغلهم اسوأ استغلال وبتخليهم يشيلوا الحاجات التقيلة بينما هي بتبقى باشا ومش بتشيل حاجة. وبعد شوية ميرو بتكتشف ان هي نسيت الفواتير في المحل، ولما بترجع عشان تجيبها بتقابل كودو فبتتصدم وبتطلع تجري منه، بس بتقع على الارض ورجلها بتتعور فهو بيسيب لها المنديل بتاعه وبيمشي. في الوقت نفسه إيانو بتقول لميراي ايه رأيك فيا، انا سبتك تقضي شوية وقت مع ميرو لان انا عارفة ان انت معجب بيها. وبتقول له ما تسألنيش انا عرفت ازاي لان مفيش حاجة بتستخبى عني، وبتضحك ضحكة شريرة من بتوعها. فميراي بيخاف وبيجري عشان يجيب ميرو، ولما بيلاقيها واقعة بيقومها وبيبص قدامه وبيلاقي كودو ماشي. ولما بيرجعوا المدرسة ميراي بيعرف ميرو ان هو شاف كودو فبتعتذر له لانها ما قالتلوش والموضوع بيعدي. وعلى جانب اخر إيانو بتروح لتانيو شغله وهناك بتطفش العرض اللي كان المفروض يعمل لها مكياج، وبتدخل هي وبتخليه يحط لها مكانها. وبالرغم ان تانيو ما بيكونش طايقها الا انها بتستغل الفرصه وبتطلب منه يجي معاها مهرجان المدرسه، وكالعاده هو بيرفض فهي بتقول له صدق ان انا غلطانه ان انا جيت لك، وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم ميرو بتروح لكودو المدرسه عشان ترجع له المنديل، وهناك بتقابل ريكا والحربايه بتقول لها ان هي وكودو مش بيحبوا بعض وان هي اللي اجبرته يبوسها لما كانوا على الجسر وكل اللي حصل كان سوء تفاهم. وبتعرفها ان كودو دلوقتي موجوده على الجسر، فميرو بتروح ترميله المنديل بتاعه وبعد كده بتمشي. ولما بتروح بتلاقي ميراي مدلعها لا وكمان جايب لها كيكه وبيطلب منها ان هي تيجي معاه مهرجان المدرسه، فعلى طول بتوافق. وميرو بتقرر ما تضيعش وقت اكتر من كده وبتطلب من ميراي ان هو يوعدها وهو ما بيصدق وبيوافق. ولما بيجي يقرب منها بتبعد عنه ده لانها لسه ما اتخطتش كودو لحد دلوقتي، بس ميراي بيعدي الموضوع وبيبقى فرحان ان هما الاتنين ارتبطوا. ولما بيبدا مهرجان المدرسه بيقعدوا هما الاتنين يلعبوا بيقضوا وقت جميل، بينما إيانو بتبقى متضايقه وعماله تزعق وتشتم وده لان تانيو ما جاش معاها. ولكن فجاه بتحصل المعجزه وبيجي تانيو وبيقول إيانو انا جيت النهارده عشان اقضي المهرجان معاكي وما تحلميش باكتر من كده. ومعدومة الكرامه ما بتصدق وبتفضل ماسكه فيه وبيقعدوا يلفوا في المدرسه كلها. وفي الوقت ده ميرو تبقى في اوضه الرعب ومتنكره في لبس ساحره، واول ما الولد ابو شراب بيشوفها بيصوت في وشها، وهي لما بتشوفه بيتصوتوا وبيطلعوا هما الاتنين وبيصوتوا في وش بعض. وعلى جانب اخر إيانو معدومة الكرامه بتطلب من تانيو ان هو يخرج معاها في موعد واكيد هيحبها، وكالعاده هو بيرفض. وتانيو المحترم بيقول لها ان هو مش بيحب يتسلى واهم حاجه بالنسبه له الحب الحقيقي اللي هينتهي بالجواز. وعشان إيانو دي ذكية ولماحة بتستنتج ان تانيو كان بيحب واحدة في الماضي بس هي سابته وهو لسه ما تخطاهاش لحد دلوقتي. ونروح لميرو اللي بتتفاجئ لما بتلاقي كودو بيشدها وبيقول لها انت كدابة ولسه بتحبيني، وكودو بيقرب منها وبيبوسها، وفي اللحظة دي ميراي بيجي وبيشوفهم في الوضع ده فبيطلب من ميرو تشرح له اللي بيحصل، فبتسيبه وبتطلع تجري. وتاني اول ما بيشوفها بيخلع من إيانو وبيطلع يجري وراها وبيلحقها.
وميرو بتحكي له على اللي حصل، فتنيو بيهديها وبيقول لها يا بنتي ما تقلقيش، انا هفضل وراكي لحد ما تلبسي الفستان الابيض واسلمك لعريسك. وبتبقى ميرو في ورطه لان هي بتحب ميراي وكودو في نفس الوقت، ومبتبقاش عارفه تختار ميراي المخلص اللي عمره ما هيخونها ولا كودو اللي خانها مره بس رجع ندم واعتذر لها على اللي عمله. وبتبقى محتاره وبتقول يا ترى اختار مين واسيب مين، لحد ما بتروح لميراي وبتعتذر له وبتعرفه ان هي مش هتعرف تكمل معاه. فميراي بيقول لها ان هو مستعد ينسى اللي حصل ويبداوا من جديد، بس هي مش بتقتنع وبتنفصل عنه. وبالليل بتروح تقابل كودو بتعرفه ان هي انفصلت عن ميراي، فبيتبسط وبيفكر ان هي هترجع له. بس ميرو ملكة الكرامة بتفاجئه وبتفاجئنا لما بتقوله ان هي عمرها ما هترجع له تاني. فكودو بيستغرب ويقول لها من الواضح ان انت ما بقيتيش وش نعمة خالص، في الاول كنتي لوحدك مش لاقي حد يعبرك، دلوقتي في 2 وسيمين بيجروا وراكي تقومي سايبانا احنا الاتنين. فميرو بتقول له بس يا خان وبترمي له السلسلة وبتمشي، وبتبقى مقتنعة ان اللي هي عملته ده الصح، بس ايانو بتبقى شايفة ان هي هبلة، وكانت شايفة ان هي ممكن تكمل معاهم هما الاتنين عادي وتختار الاحسن ليها بدل ما تضيعهم هما الاتنين كده. وتاني يوم ميرو بتشكي لتاني وبتعرفه ان هي سابتهم هما الاتنين، فهو بيقول لها ما تقلقيش يا بنتي انا هفضل وراكي لحد اما اجوزك. وتاني بيطلب منها ترد له جزء من جمايله وتمثل ان هي حبيبته، فبتوافق. فبياخدها تقابل عارضة الازياء لولو اللي معجبة بيه ومش عايزة تسيبه خالص. ولما بيوصلوا تاني بيغيظ لولو وبيقول لها خلي بالك ميرو دي حبيبتي وانا عمري ما هبصلك. فلولو بتقول له على فكرة انا احلى منها وانت اللي خسران ومش هعبرك تاني، وبعد كده بتمشي. فميرو بتقول لتاني خلي بالك انت غلطان وده لانها جميلة وانت مش هتلاقي واحدة زيها تاني. فتاني بيقول لها ان هو مش بيحبها وان هي مجرد زميلته في الشغل مش اكتر. وللاسف لولو كانت منزله صور ليها هي وتانيو على الانستجرام بتاعها لما كان بيعمل لها ميك اب، ولما ايانو بتشوف الصور بتتعصب وبتمسك ميرو وبتقول لها الحقي البت لولو دي هتخطف تانيو حبيبي مني. فميرو بتطمنها وبتعرفها ان تانيو خدها معاها ومثل قدام لولو ان هي حبيبته عشان خاطر يطفشها، وفعلا نجح في كده. وميرو بتاكد لها ان تانيو دلوقتي ما فيش في قلبه حد خالص. فايانو بتقول لها اسكتي يا هبله، انا استنتجت من كلامي معاه المره اللي فاتت ان هو كان بيحب واحده في الماضي بس هي انفصلت عنه وهو لسه مش قادر يتخطاها لحد دلوقتي. فميرو بتتضايق ان تانيو خبى عنها بس بتاخد له اكله وبتفضل تقرره وبتساله اذا كانت في حاجه مضايقاه بس هو مش بيرضى يقول لها. وفجاه بتظهر لتانيو مشكله في شغله وده لانه محتاج عارضات بس لازم يكونوا بنات في ثانوي. فميرو بتقول له ما تقلقش وبتقرر تساعده، فبتجري ورا كل البنات الجمال اللي في المدرسه وبتطلب منهم ان هم يشاركوا في العرض، وفي الاخر بتقدر تقنع 2. وبعد كده بتوزع منشورات في المدرسه، ولما ميراي بيشوفها بيقرر يساعدها فبيوزع معاها، وبتقدر ميرو انها تقنع 2 وميراي بيقنع 2 وكده بيبقى معاهم 6 بس محتاجين 10 كمان. وبتبقى في مصورة اسمها مومو بتقابل ميرو وبتعجب بفكرة العرض، فبتديها الكارت بتاعها وبتطلب منها ان هي تكلمها. وميرو بتطلب من ايانو ان هي تساعدها عشان تجمع ال10 بنات اللي فاضلين. فايانو بتقترح عليها ان هي تعمل اعلان على النت لان ده هيجذب بنات اكتر، وفعلا خطة ايانو بتنجح وفي بنات كتير بتوافق تشارك معاهم. وايانو بتتصدم لما بتعرف ان لولو من ضمن العارضات اللي هيشاركوا معاهم، فبتسألها عن علاقتها بتانيو. فلولو بتقول لها ان هي دلوقتي ما بقتش تهتم بيه لان هي بتحب ميراي. وبكده نعرف ان لولو واحده من ضمن البنتين اللي ميراي اقنعهم. ومومو بتيجي عشان تصور العرض زي ما اتفقت مع ميرو، بس لما تانيو بيشوفها بيتعصب وبيمشي. فميرو بتساله اذا كانت في حاجه مضايقاه بس هو بيقول لها ان هو كويس. وبعد كده بتروح هي وايانو عشان يجهزوا نفسهم لان في بنتين مش هيعرفوا يأدوا العرض، فاضطروا هم ان هم يطلعوا مكانهم. ولما العرض بيبدا الناس كلها بتعجب بيه وبينجح نجاح باهر. ولما العرض بيخلص لولو بتزعق لميرو بتقول لها انت ما ينفعش تسيبي حبيبك تاني وهو واقف مع مومو لانها حبيبته السابقه. ولما ايانو بتعرف بتبقى عايزه تمسك مومو وتجيبها من شعرها بس ميرو بتمنعها على اخر لحظه. ولما لولو بتقابل تانيو في الشغل بتعرفه ان هي قالت لميرو ان مومو تبقى حبيبته السابقه. وبعد لما لولو بتمشي رئيس تانيو بيعرفه ان مومو اتطلقت. وبنرجع بالزمن سنه لورا وبنعرف ان اول مره تانيو قابل فيها مومو لما كانوا بيشتغلوا سوا، وتانيو كان راجل عسل وعلى طول بيشجعها فهي ارتاحت له. وبقى هما الاتنين صحاب لدرجه ان مومو كانت بتغفله وهو نايم وبترسم له قطه بصباع الرج على وشه. وبتبقى مومو عندها مشاكل مع جوزها وعايزه تتطلق منه. ولما تانيو بيلاقيها دخلت في حاله اكتئاب بسبب الموضوع ده بيعترف لها بحبه وبيطلب منها ان هي تنفصل عن جوزها وبيعرفها ان هو هيفضل جنبها دايما. فمومو بتعترف له هي كمان بحبها وبيقضوا وقت جميل سوا، وبتعرفه ان هي هتسيب جوزها وهترتبط بيه. بس بيحصل العكس ومومو بتفضل مع جوزها وبتسافر معاه لباريس وبتسيب رساله لتانيو بتعتذر له فيها على اللي هي عملته. فتانيو بينهار وبيحصل له صدمه ومش بيعرف يثق في اي بنت تاني بعد مومو، عشان كده هو لسه مرتبطش. وفي الوقت الحالي ميرو بتبقى غيرانه على تانيو فبتفضل تفكر وبتستنتج ان هي وقعت في حبه من غير ما تلاحظ، بس بتقرر تتخلص من المشاعر دي عشان تحافظ على صداقتهم لانها لو اعترفت له هيرفضها. وايانو بتعرف ميرو ان هي مش هتسمح لمومو الحربيه ان هي تقرب من حبيبها تانيو ولا تاذيه باي طريقه. ولما ايانو بتعرف ان تانيو ومومو رايحين الحديقه
الحديقة المائية، بتجيب ميرو وبيتنكروا هما الاتنين في زي محققين وبيقعدوا يراقبوهم، وبيسمعوا مومو الحرباية وهي بتقوله ان هي ندمانة لانها سابته، وبتعرفه ان هي انفصلت عن جوزها عشان تيجي ترتبط بيه لان هي لسه بتحبه. وللاسف تينيو بيتأثر بدموع التماسيح بتاعتها وبيحضنها، ولما ايانو بتشوفهم بتبقى عايزة تجيب مومو من شعرها، بس بتستغرب لما بتلاقي ميرو هي كمان بتعيط، فبتستنتج ان هي كمان بتحب تينيو وبتصوت وبتقول يا لهوي الاقيها منين ولا منين. فايانو بتطمنها وبتعرفها ان هي عندها مبدأ مهم واللي هو الصداقة اهم من الحب، يعني هيفضلوا هما الاتنين صحاب عادي بس في نفس الوقت بيتنافسوا على تينيو والشاطرة فيهم هي اللي هتقدر توقعه. وميرو بتتبسط لما بتعرف ان ايانو هتفضل صاحبتها، بس بتقول لها ان اهم حاجة بالنسبة لها ان تينيو يكون مبسوط حتى لو ما كانش معاها. فايانو بتعرفها ان هي مش هتسيب تينيو مهما حصل، وهتفضل تفرق ما بينه وما بين مومو الحرباية لحد ما يسيبها ويبقى معاها هي. وكده الاحداث بتولى على ان احنا عندنا 3 بيتنافسوا على تينيو. اول واحدة فيهم هي ايانو الجامدة اللي مش بتفرط في حبها بسهولة، وتاني واحدة هي مومو الحرباية اللي بتستخدم دموع التماسيح بتوعها عشان تأثر في اللي قدامها، وتالت واحدة هي بنتنا ميرو الفاشلة اللي مش بتعرف تعمل حاجة غير ان هي بتطبخ. ويا ترى مين فيهم اللي هتقدر توقعه؟ ده اللي احنا هنعرفه، بس يا ريت تحطوا لايك وتشتركوا في القناة ويلا نكمل الملخص. والبداية بتبقى مع ميرو اللي بتقرر تروح لمومو وتقول لها ان هي تبعد عن تينيو وما تأذيهوش، ولكن مومو الحرباية بتقول لها انا عارفة ان انت جاية هنا عشان تخليني ابعد عن تينيو، بس لا انا هفضل معاه واخليه مبسوط لان احنا الاتنين بنحب بعض. وبنتجه كده للخطة التانية مع ايانو اللي بتتنكر وتعمل نفسها عاملة توصيل وبتروح لمومو وبتسرق تليفونها وبتبعت رسالة لتينيو وبتعتذر له وبتعرفه ان هي مش هتقدر تنسى ان هي خانته، فمن الاحسن ليهم ان هما يبعدوا عن بعض وما يرتبطوش. وبعد كده بتمسح الرسالة من على تليفون مومو وبتتسحب من المكان وبتخرج من غير ما حد يلاحظها. وطبعا ايانو بتبقى فخورة بالانجاز اللي هي عملته واحنا كمان فخورين بيها، والشيطان بيسقف لها في الزاوية، بس من غبائها ان هي بتروح تحكي لميرو على كل اللي عملته. فميرو بتزعق لها وبتعرفها ان تينيو هو الشخص الوحيد اللي من حقه يقرر هيكمل حياته مع مين فيهم، وعشان كده بتروح تعرف تينيو ان الرسالة اللي جات له من مومو دي مزيفة وان ايانو هي اللي بعتتها. وميرو بتعرفه ان هي هتفضل صديقته وهتبقى جنبه في اي قرار هو هياخده في حياته وهتدعمه. فتينيو بيقول لها ان هو رايح يقابل مومو. وفي تاني يوم ميرو بتحكي لإيانو على اللي حصل، فإيانو بتقعد تضربها وبتشتمها وبتقول لها حرام عليكي يا شيخة، انا اتنازلت عن كل كرامتي ومبادئي عشان خاطر ارتبط بتينيو وتيجي انت في الاخر وتضيعيه وتسيبيه يروح لمومو الحربايه. وإيانو بتقول لها انت عملتي كده عشان جبانه وما اعترفتلوش بحبك، ولو فضلتي كده تفي على وشك لقيتي راجل يعبرك. وميرو بتتأثر بكلام إيانو، فلما بتشوف تينيو بتعترف له بحبها، فتينيو بيعرفها ان هو كمان بيحبها بس زي اخته الصغيره، وبيقول لها ان هو راح قابل مومو وقال لها ان هي بتستغل موضوع طلاقها عشان تحسسه بالذنب وتخليه يفضل معاها، بس هو رفض لان هو مبقاش يحبها. فميرو بتروح البيت وبتفضل تعيط لان تينيو رفضها وميراي بيواسيها. ونروح لايانو اللي بتبقى هتموت وتعرف هل تينيو ارتبط بمومو ولا لا، فبتروح تقابله. فتينيو بيقول لها ان هو عرف ان هي اللي بعتت الرساله المزيفه، وبيقول لها ارتاحي انا ما ارتبطتش بمومو بس كمان مش هرتبط بيكي. ولما تينيو بيعرف ان ميرو عندها اكتئاب ومش بتروح المدرسه بيبعت لها رساله عشان يتواصل معاها بس هي مش بترد عليه. ولكن لما ميراي بيطلب منها ان هي تخرج عشان تفك عن نفسها بتوافق وبتروح معاه، بس بتكتشف ان هو جاي هنا عشان يقابل حبيبته لولو. وميراي بيعرفها ان تينيو موجود في المكان ده وبيخليها تروح له. وبتسمع تينيو وهو بيتكلم مع مديره، وبتعرف ان تينيو عايز يسافر امريكا عشان يدرس الميك اب، بس هو بيفكر يأجل الموضوع شويه لان في حاجه قلقاه الفتره دي وعايز يطمن عليها الاول. وبتعرف ميرو ان هو قصده عليها هي، فبتطلع له وبتشجعه وبتطلب منه ان هو يسافر، وبتقول له ان هي خلاص دلوقتي بقت كويسه وكمان بتدور على حبيب تاني عشان ترتبط بيه. وعشان تثبت له صحه كلامها بتاخد لولو وبتخرج في موعد جامعي وبتقابل شاب وسيم اللي بيشوفها كيوت وبيعجب بيها. ولما بيخرجوا من المكان ايانو بتيجي وبتسحب ميرو وبتمشي، وبتعرفها ان تينيو هيسافر امريكا خلال شهر. فميرو بتقول لها ان هي بعتت له صوره ليها وهي في الموعد الجامعي عشان يطمن عليها ويسافر. وميرو بتقول لها ان هو كان قلقان عليها خصوصا بعد ما اعترفت له بحبها وهو رفضها. فايانو بتتبسط وبتطمن ان هي خلصت من المنافسه التانيه ليها وفضلت على الساحه لوحدها. وبتعدي مده لحد ما بيبقى فاضل اسبوع على ميعاد سفر تينيو، وعشان كده ايانو معدومه الكرامه بتقول لميرو ان هي ما يأستش وهتروح تقابل تينيو وتعترف له بحبها للمره المليون لان دي اخر فرصه بالنسبه لها. وفعلا ايانو بتروح تقابله وبتقول انا اتنازلت عن كل كرامتي عشانك، وبتعترف له بحبها، بس هو بيقول لها انا مستحيل ارتبط بيكي يا مهزأه وبيرفضها. فايانو بتعرفه ان ميرو بتكذب عليه وانها مش سعيده في حياتها. وبعد شويه ميرو بتبعت له رساله وبتعرفه ان هي اتفقت مع ميراي انها هتروح تشجعه في بطولته، فبيتعصب وبيحس ان هي بتستفزه بالرسائل اللي بتبعتها وبيفضل يفكر في علاقتهم طول الوقت، وبيحس ان مشاعره مشوشه
الفراشة وبيبقى سرحان لحد ما بتيجي عربية تخبطه، ولحسن الحظ ان اصابته بتبقى خفيفة فبيقوم زي القرد. وبسبب اللي حصل ده بيتأكد من حقيقة مشاعره وبيعرف هو بيحب مين فيهم هما التلاتة. وبتعدي الايام لحد ما بيجي اليوم اللي تينيو هيسافر فيه واللي هو نفسه يوم بطولة مراي. فمايرو بتجيب له الاكل اللي بيحبه وبتروح تشجعه. وبما اننا جبنا سيرة الاكل فمايرو بتفتكر تينيو الطفاص اللي كان بيقعد ياكل من ايديها، فبتزعل وبتعيط. ومراي بيقول لها ان من الاحسن ليها ان هي تقابل تينيو قبل ما يسافر، فهي ما بتصدق وبتطلع تجري. وفي السكة بتفتكر علاقات الحب الفاشلة اللي هي مرت بيها، بداية مع الولد ابو شراب اللي ربنا كرمه اخيرا ولقى بنوتة جميلة بتطلب منه ان هو يوعدها. وتاني واحد هو كودو اللي خانها مع ريكا، والمخرج بيعرفنا ان كودو وريكا دلوقتي مرتبطين لان هو حس ان هي اكتر شخص فاهمه ومناسب ليه. وتالت واحد هو ميراي اللي اتنمر عليها وهي صغيرة لحد ما جاب لها عقدة في حياتها، وطبعا احنا عارفين ان هو دلوقتي مرتبط بلولو. وبتفضل مايرو تجري لحد ما بتوصل للمدرسة وبتقع في نفس الحفرة اللي هي وقعت فيها في الاول. وتينيو بيجي يطلعها وبيعرفها ان الرسائل اللي كانت بتبعتها له كانت بتغيظه، وكمان خروجاتها الكتير مع الشباب كانت بتحسسه بالغيرة لحد ما ادرك ان هو بيحبها بس مش زي اخته. وتينيو بيعرض عليها ان هي توعده، طبعا دي ما بتصدق وبتوافق. فتينيو بيسافر امريكا وهو مطمن. ولما اينو بتعرف بتحقد على مايرو وبتقولها انا عايزه اعرف ازاي يسيبني واختارك انتي مع اني احلى واجمل منك بكتير. بس ايانو بتحافظ على مبدأها وبيبقوا هما الاتنين صحاب. وبتعدي سنه وبنعرف ان ايانو بتخرج في مواعيد مدبره كتير، وفي نفس الوقت فاتحه قناه على اليوتيوب وبتشرح للبنات اساسيات الميك اب، وبيبقى عندها متابعين كتير وبيحطوا لها لايكات وبيشتركوا في القناه زيكم كده بالظبط. بينما مايرو بتنطلق وشكلها بيتغير خالص وبتصبغ شعرها وبتروح المطار عشان تجيب تينيو، وهناك بتقابل بنوته قبيحه بتفكرها بنفسها زمان. ومايرو بتشجعها ان هي تهتم بنفسها لانها في الاصل جميله. وبعد كده بتروح تجيب تينيو وبيبقوا هما الاتنين مع بعض في الاخر والمسلسل بيخلص. وفي الاخر احب اشكر المخرج على النهايه القمر دي لان هو خلى كل الابطال يرتبطوا ما عدا ايانو المسكينه اللي لسه مرتبطتش لحد دلوقتي. واول حاجه اتعلمناها من الملخص زي ما المقوله المشهوره بتقول الوصول لقلب الراجل عن طريق معدته، وعشان كده احنا لازم ننمي مهاراتنا في الطبخ. فنقوم نفتح قناه الشيف الشربيني ونقعد قدامها، وده عشان نبقى شاطرين ونعرف نوقع الكراش. وتاني حاجه اتعلمناها من الملخص ان مايرو دي حظها ضرب نار، وده لانها كانت مكوشه على كل رجاله المسلسل لدرجه ان لما واحد بيروح التاني بيجي على طول، وهي يعني بتبقى محتاره ومش بتبقى عارفه هترتبط بمين وتسيب مين. طبعا كلنا بنتمنى ان احنا يبقى عندنا ربع حظ مايرو، بس ده مستحيل يحصل لان احنا وش فقر. واول كومنت معانا من رقية من العراق، وانا كمان بحبك قوي انت وكل اهل العراق. والكومنت اللي بعده من ادم اللي انا خفت منه عشان كده طلعت تعليقه. والكومنت اللي بعده من سهام من سوريا، وانا كمان بحبك قوي انت وكل اهل سوريا. والكومنت اللي بعده من تقى من مصر، وانا كمان بحبك قوي يا تقى. واخر كومنت معانا من مؤمن، واحب اشكرك يا مؤمن على تعليقك عندي في القناه. وبس كده الفيديو خلص. ما تنساش لو عجبك الملخص تعمل لايك وشير واشتراك في القناه. سلام.